لسه حالا مخلصة سيشن ثيرابي، وكان عندي كلاينت بتعاني بقالها فترة طويلة جدا من البانيك والانكزايتي، وقلنا معلومات مهمة جدا وفرقت معاها في السيشن، وحبيت ان انا اشاركها معاكم عشان انتوا كمان تستفيدوا معانا. احنا لما بنحس ان احنا عندنا توتر، ضربات قلب سريعة، بيبقى عندنا مشاعر خوف ملازمنا طول الوقت ومش عارفين ايه سببها. يعني البانيك لما بيجي لنا اوت اوف نو وير كده واحنا مش عارفين برضو ايه سببه، لسه ما حطيناش ايدينا على جذر الموضوع اللي بيطلع لنا خوف شديد، بيكون ربنا خلق الحاجة دي يا ترى ليه؟ مش هو علشان عايز يؤذينا او عايز يحسسنا باوجاع او الم فقط لا غير. البانيك ده جه نتيجة اسباب كتيرة جدا انا ما استجبتش ليها في الاول، وهنقول الاسباب دي مع بعض. فحتى البانيك والانكزايتي ربنا خلقه في جسمنا علشان هو عايز يوصل لي رسالة معينة، عايز يوصل لي علامات معينة انا ما خدتش بالي منها وتجاهلتها. عشان كده لما تراكمت جوايا جسمي ترجمها بحالة البانيك او الانكزايتي. اهم اسباب البانيك هي المشاعر المكبوتة. لما انا بيجيلي مشاعر سواء حزن سواء خوف سواء غضب سواء توتر، انا مش عارفة اتعامل مع الشعور ده ازاي، وبيضايقني جدا وجوده، وبكون رافضة وجوده جدا، فبقعد اقاوم الشعور ومبعرفش اتعامل معاه، فبحاول ان انا اكبته واغروش عليه واشتت نفسي من احساسي بيه. طيب لو عملت الميكانيزم ده مرة واثنين وثلاثة ومية، طول حياتي انا متعودة على كده ان انا بهرب من الشعور، تراكم المشاعر دوت بيخلي جسمي يعبر بعد فترة طويلة بحالة البانيك او انكزايتي. ربنا خلق جوانا ميكانيزم كده واحنا اطفال، لما بنكون نفسنا في لعبة ومحدش يجيبها لنا بنعمل ايه؟ بننام على الارض ونقعد نصرخ ونعيط وندبدب في الارض، ويحصل لنا حالة كده التانترمز اللي هي ما بنعرفش نسيطر عليها دي لما عيالنا يعملوها وهم اطفال. ده ميكانيزم ربنا خلقه جوه الطفل علشان يطلع الشعور ده بأي شكل، فهو بيطلعه على شكل الدبدبة والصريخ والتنطيط. فمهم جدا لما نشوف طفل في الحالة دي نسيبه، يعني ما نقعدش نقول له انت مش مؤدب، انت ما تربيتش، انت نسيبه هو بيطلع المشاعر بالطريقة دي. طيب احنا دلوقتي كبرنا وبقيناش ينفع ندبدب في الارض، ولسه بيجي لنا مشاعر الغضب، لسه بيجي لنا مشاعر الخوف، مشاعر القلق، مش هينفع نقعد نصرخ في الناس. فبيحصل لنا ايه بقى؟ بنقعد نكبتها ونشتت الشعور وارفض وجوده علشان احفظ مكانتي واحفظ برستيجي وشكلي قدام الناس. صح ولا لا؟ طيب احنا دلوقتي كبرنا وبيجي لنا نفس المشاعر. لما يجيلك بقى حالة العياط ان انت عايزة تعيطي بسبب ان انت تعبانة بسبب حاجة، اوعي تكبتي العياط ده، لان ده برضو ميكانيزم ربنا خلقه جوانا. البكاء ده ريليف من الشعور. فادخلي اقفلي على نفسك الأوضة اي مكان وطلعي طلعي طلعي وابكي براحتك، عايزة تصرخي صرخي، بس مهم ما تكبتيش المشاعر، لان كل واحدة فينا جوانا طريقة بتخرج بيها المشاعر. في حد تاني ممكن يعيط يستريح، حد تاني جسمه يقوله اتحرك دلوقتي، اعمل شيكينج، هز رجلك هز رجليك ايديك، اطلعي تمشي. دايما اسمعي صوت جسمك، هو عايز يطلع الشعور بأنهي طريقة المشي، الجري، في ناس تعمل كيك بوكسينج، في ناس مثلا بتقعد تلعب رياضة تعمل بوش ابس، في ناس تعمل تنفس عميق. يعني المهم انك تطلعي الشعور ده بطريقة صحية. لما تحسي ان انت طول الوقت تعبانة، حاسة بفتيك، همدانة، مرهقة، ده مش بيكون بس نتيجة ان انت عندك مسؤوليات كتير وبتعمليها، ده ممكن يكون من الاسباب القوية ان انت عندك مشاعر كتير مكبوتة على مدار السنين والايام والشهور. فالمشاعر المكبوتة بتعمل حالة من الارهاق والفتيك والتعب في الجسم بشكل عام بطريقة مستمرة. فمهم تعبري عن انك تخرجي الشعور ده بأي شكل بيريحك. انتي بقى جربي، مرة اعملي كتابة، مرة اتنفسي، مرة اطلعي تمشي، مرة مارسي رياضة، لان مهم جدا حالة الضغط دي لو ما طلعتش حتة بخار كده هتنفجر. فاحنا كده برضو جسمنا لو معرفناش ننفس عن المشاعر دي طبيعي ان هو ينفجر. فبينفجر ساعات اوقات كتير مع ناس على شكل بانيك وانكزايتي. تاني اقوى اسباب للبانيك والانكزايتي
بعض المشاعر المكبوتة هي اللي بنسميها distorted beliefs، يعني المعتقدات اللي مش بتخدمني او المعتقدات المعوقة اللي متخزنة في عقلنا الباطن. من كتر ما انا بكون مصدقة ان المعتقد ده حقيقي جدا وصح جدا، بعتبره ان هو جزء من هويتي وبيكون صعب عليا ان انا اتخلص منه. بس لو عملنا فلترة كده وطلعنا وكتبنا بورقة وقلم المعتقدات اللي احنا معتقدينها عن نفسنا، عن الاخرين، عن الحياة، وهنلاقيها معظمها مش بتخدمني وبالعكس هي بتتعبني اكتر، بس انا بكون محتفظة بيها بشكل لا واعي لان هي بتحسسني بالامان. فكلما زادت المعتقدات ده كلما هيساعدني ان انا برضو ابقى عرضة للبانيك والاتاكس. معتقدات زي I am not good enough، انا مش كفء، انا لازم اثبت نفسي طول الوقت ان انا انسانة ناجحة، انسانة قوية، بشتغل كتير، بتحرك كتير، بسعى كتير. لو قعدت هادية كده من غير ما اعمل اي حاجة وقعدت افرك واشتغل واعمل انجازات، بحس ان انا ماليش قيمة، بحس ان انا اللي حواليا هيشوفوني فاشلة. يعني في كمية معتقدات احنا حاسين ان هي حقيقية جدا وصح جدا، بس هي كلها مغلوطة وبتتعبنا وبتوجعنا جدا واحنا مش واعيين بيها. فدي بتبقى مهمة الثيرابيست ان هي تطلع لك المعتقدات دي على الوش، تعملك اعادة صياغة ليها، وتحسسك ان انت لو اعتقدتي معتقدات عكسية للمعتقدات اللي عندك دي برضو منطقة امان، ودي برضو هتريحك على اللونج ران، وان دي برضو مش منطقة خطر ليكي، وتعملها لك بطريقة فيها لطف وتشافي يكون عميق بس بلطف. بيحصل ايه بقى من كتر ما بتتخزن جوه عقلنا الباطن المعتقدات المعوقة دي اللي هي مش بتخدمنا؟ تبقى عاملة زي الكعبيلة كده، كأنها زي كرة صوف كده متداخلة مليانة خيوط كتير كتير ومتكعبلة. فمهمة لايف كوتش او الثيرابيست ان هو بيطلع لك الخيوط دي، يفككها لك كده ويفرشها لك قدامك وينظمها لك ويجزئها لك ويعمل لك اعادة صياغة ليها، لان احنا ما تعلمناش نعمل الحاجات دي لنفسنا. وحتى لو انا بعملها لنفسي او عندي التكنيكس، في اوقات مش طول الوقت انا هعرف اخدم نفسي او اساعد نفسي. فلما بنسيبها بقى زي ما هي كعبيلة الصوف دي اللي هي كتلة من المعتقدات دي متراكمة في دماغي في عقلي الباطن، وبفضل رايحة جاية بيها، بيكون برضو جسمي عرضة ليه ان انا يحصل لي اتاكس كتير، يحصل لي بانيك، بيجي لي انكزايتي ومخاوف، حاسة شعور الخوف عندي باستمرار ومش عارفة ايه سببه. لو لقيتي نفسك في شرح اي حاجة انا قلتها لكم ابعتولي، وفي اسباب تانية كتير بتأدي برضو للبانيك والانكزايتي. لو حابين نتكلم بتفصيل اكتر في الموضوع دوت ابعتولي على دايركت مسج او اي كومنت عايزينها، وممكن نعمل لايف عن الموضوع دوت او اعمل لكم ستوري تانية اقول لكم فيها بقية الاسباب.